عند سارتر الإنسان حر لأنه يمتلك الوعي، علشان كده بيرفض تماما فكرة الحتمية التاريخية عند هيجل أو عند ماركس. بالعكس، الإنسان عنده حرية جذرية، وسارتر بيقول جملته الشهيرة: الإنسان محكوم عليه أن يكون حرا. الحرية عبء لا يمكن التخلص منه، الحرية جزء لا يتجزأ من كياننا. الماهية الوحيدة للإنسان هي حريته، أي قدرته على اختيار ماهيته. إنكار ده هو سوء نية، هو جبن، هو كذب على النفس. إحنا عارفين جوانا إننا أحرار، بس بنحب نقول إننا محبوسين في ظروف أو عادات، وبنستخدم ده كذريعة علشان نهرب من ثقل المسؤولية. لأن قبول وضع تعيس استمر سنين مع الوعي إننا قابلينه بإرادتنا، ده شيء النفس البشرية ما بتستحملوش، فنفضل نقول إن السبب سوء حظ أو ناس غلط أو ظروف خارجة عن إرادتنا. وطبعا هيبقى فيه عوامل فعلا ضدنا، وسارتر ما بينكاش ده، لكن ده ما ينفعش يعمينا عن قوتنا، عن قدرتنا على التأثير في حياتنا. وعلشان كده بيضرب مثال النادل اللي كل يوم يلبس لبس الشغل ويمثل دوره كنادل. المشكلة مش في الشغل نفسه، المشكلة إنه بينسى إنه شخص ورا الدور، بينسى وعيه وحريته، ينسى إنه يقدر يخلع المريالة ويمشي، مفيش حاجة تمنعه غير قراره. وده جوهر الوجودية. اسأل نفسك دايما: إيه اللي منعك؟ لأن المعنى مش هيجي من سلطة خارجية. لو شايف قرار صح خده، لو ما خدتوش هتقع في الندم والذنب. وده الوجه التاني للحرية، المسؤولية. حرية مطلقة تعني مسؤولية مطلقة. أنا مسؤول عن أفعالي وحتى عن عدم الفعل، وده ممكن يولد شعور بالذنب، لكن الذنب ده ضروري علشان نفهم إننا أحرار. كل مرة بنتهرب من الحرية بنقع في سوء النية، لأن وجودنا مش إلا أفعالنا. كل ما نرفض الحرية بننكر إنسانيتنا. الاختيار دايما مخاطرة، بس السؤال الحقيقي: هل عايز تكون موجود ولا بس تكون كائن؟ فهايدجر كان بيقول إن الأشياء تكون، لكن الإنسان يوجد لأنه واعي بالموت، والوعي ده بيخلينا قضاة نفسنا. الجحيم هو الآخرون مش معناها كره الناس، لكنها معناها إننا بنستدخل حكم الآخرين، لكن القاضي الحقيقي هو أنت. وفي الآخر سارتر بيسألنا: هل عايز تعيش زي فتاحة الورق مجرد وظيفة، ولا تعيش كإنسان حر؟ وفي النهاية بيحكي واقعة من فيلم Attention Danger Travail عن عمال توصيل بيتحولوا لتروس في آلة، لكن مفيش آلة ومفيش حد خلقها، وإحنا مش عزل. عندنا سلاح، حريتنا، سلاح خطير لأنه بيجرحنا بالمسؤولية. لكن لما تحس إن حلمك مستحيل، اسأل نفسك بس: إيه اللي منعك؟